يا جماعة، موضوع التحرش بالأطفال ما بقاش بعيد عن أي حد. بقى بيحصل في المدرسة، بقى بيحصل في النادي، بقى بيحصل عند القرايب، وأحيانا بيحصل في نفس البيت اللي ساكن فيه الطفل. لازم ناخد بالنا ونعرف شوية قواعد بسيطة نحمي بيها أطفالنا. أول خطوة، اتكلموا مع أولادكم من غير خوف. ما ينفعش نسيب الطفل الدنيا تعلمه، لازم احنا اللي نعلمه. نتكلم معاه بهدوء وعلى قد سنه ومن غير خوف. تاني خطوة لازم نعلمها لأولادنا قاعدة مهمة جدا: جسمك ملكك انت وبس. أي حد يحاول يلمس أي جزء من جسمك لازم تقوله لأ فورا، وتشتكي لأقرب حد تثق فيه. أماكن معينة في جسمك ما يلمسهاش غير مامتك ساعة النظافة أو الدكتور ساعة الكشف، غير كده مفيش حد. تالت خطوة، ازرع في ابنك ثقته فيك. الطفل اللي مش بيحكي مش معناه انه بخير، ممكن يكون خايف يتكلم أو خايف من العقاب. ادي لابنك 5 دقايق كل يوم اسمعه، سيبه يتكلم من غير ما تقطعه ومن غير ما تتعصب. رابع خطوة، ما ينفعش تقول لابنك اسمع كلام الكبار بدون نقاش. لازم تقوله اي حد يقول لك حاجه تضايقك تعالى وقول لي، لان التحرش دلوقتي بيحصل من ناس قريبه جدا، سواء مدرس سواء مدرب سواء قريب من الاهل. خامس خطوه، لازم تعلم ابنك الفرق ما بين السر الحلو والسر الوحش. لو سر يفرحه عادي، انما لو حد قال له ما تحكيش الكلام ده، او لو حد عرف هزعلك، ده اسمه سر وحش، لازم يحكيهولك فورا. الخطوه السادسه، لازم تاخد بالك من علامات الخطر. في علامات معينة لو ظهرت على الطفل معناها إن في مشكلة. أول حاجة، خوف مفاجئ من شخص معين. تاني حاجة، اضطراب في النوم أو تبول لا إرادي. تالت حاجة، عزلة أو اكتئاب أو بيحب يقعد لوحده. رابع حاجة، سلوك جنسي جديد بدأ يظهر على الطفل غير مناسب لسنه. أي حاجة من العلامات دي تبدأ تظهر معناها إن في مشكلة لازم نقف عندها. الخطوة السابعة، لازم تعلم ابنك إن الإنترنت هو أكبر باب للتحرش. ما يفتحش الكاميرا لحد ما يعرفوش، ما يبعتش الصور لحد ما يعرفوش، ممنوع يقابل حد اتعرف عليه اونلاين. لو وصلت له اي رسالة غريبة لازم يوريها لك فورا. طيب ايه الاجراء اللي المفروض نعمله لو طفلك لا قدر الله تعرض للتحرش؟ اول حاجة لازم تهدى وتسمع من طفلك وتستوعبه وتحتويه. اولا هو ملوش ذنب، اسمع منه وهديه، وبعد كده خد الاجراءات القانونية لو كان الامر يستدعي ده. لازم نعرف كلنا إن أقوى سلاح لحماية أطفالنا من التحرش هي علاقتنا بيهم. لازم نبني جسر ثقة بين الطفل وبين الأم والأب، بحيث لو اتعرض لا قدر الله لأي موقف مريب بره ما يبقاش خايف وهو جاي يحكي لنا. ربنا يحفظ أولادنا، وإن شاء الله ربنا يحفظنا كلنا.